انت كأب أو أم أو كمعلم، واش كتعتقد أن كرسي العقاب كيربي طفل قوي ومهذب؟ الحقيقة صادمة. الدراسات العلمية كشفت أن كل دقيقة كيبقى فيها الطفل معزول على هذا الكرسي كتقتل جزء من الثقة ديالو بنفسه. حسب الدراسات ديال جامعة ميشيغان سنة 2018، الأطفال اللي كيتعرضوا للعقاب بالعزل كيفقدوا ما بين 15 حتى ل 25% من ثقتهم بنفسهم، مقارنة مع الأطفال اللي تلقاو تربية إيجابية. وماشي غير الثقة، العزل كيمس حتى دماغ الطفل. جامعة هارفورد سنة 2012 في البحث ديالها The Science of Neglect لقات أن الأطفال اللي كيتعاقبوا بالعزل كيترفع عندهم هرمون التوتر الكورتيزول بأكثر من 40%، وهذا الشيء كيأثر سلبا على نمو الدماغ وقدرات التركيز والتعلم. وحتى الدكتورة جين نيلسون في الكتاب ديالها التربية الإيجابية كتقول كرسي العقاب ما كيعلمش الأطفال تحمل المسؤولية، ولكن كيعلمهم الخوف من العقاب فقط. انت كأب أو أم فاش كتقول للطفل ديالك انت معاقب سير لبيتك حتى تأدب وكتسد عليه، واش فعلا كيتأدب؟ أو كمعلم فاش كتقول للتلميذ ديالك انت معاقب وقف حدا السبورة وقلب وجهك للحيط حتى تربى، واش فعلا كيتربى؟ في الحقيقة هو في ديك اللحظة كيحس بالوحدة وأنه سيء ومكروه وغير مرغوب فيه. وهذا هو الخطأ اللي كيوقعوا فيه بزاف من الآباء والمعلمين، كيتعاملوا مع الخطأ بغضب لحظي، كينساو مشاعر الطفل اللي عاد كيتعلم في هذه الحياة. والنتيجة كتكون أن الطفل كيتعلم يسكت ماشي يعبر، كيتعلم يخاف ماشي يتحمل المسؤولية، كيتعلم يخبي ويكذب ماشي يصلح ويصارح. تخيل معايا طفل في القسم دار شغب، قطع المعلم ديالو وهو كيتكلم، صحابو ضحكوا، المعلم تعصب وقال ليه سير وقف حدا الباب وقلب وجهك للحيط. الطفل استجاب للعقوبة، التلاميذ ضحكوا عليه، هو ما بكاش ما قال والو، ولكن في الداخل ديالو بدات كتطور المشاعر والأفكار السلبية، إحساس بالدونية وتحقير الذات وعدم الثقة بالآخرين. وإلا ما بقاش كيشارك في القسم ويعبر على الرأي ديالو، راه ماشي حيت تأدب، ولكن حيت هرسات الثقة ديالو بنفسه. ونفس السيناريو كيوقع في الدار، فاش الأم كتقول لولدها انت معاقب سير لبيتك وسد عليك بلا ما نسمع صوتك، الطفل كيدخل ويسد عليه الباب ويسكت، باين عليه مطيع، ولكن في الحقيقة هو بدا كيبني جدار بينه وبين والديه، بدا كيتعلم يسكت على المشاعر ديالو، يخبي عليهم ويفكر المرة الجاية شنو الكذبة اللي غيقول ليهم وكيفاش يتحايل عليهم حتى يهرب من العقاب. بدا كيتعلم أن الحب مشروط، أنه إلا غلط راه مكروه وغير مرغوب. العقوبة قدام الآخرين ما كتوقفش عند حد الخطأ، ولكن كتهرس الصورة اللي كيرسم الطفل على راسه وسط الجماعة. الطفل تعاقب قدام صحابه بإدلال، شنو كيتعلم هذا الطفل؟ كيتعلم يحكم على راسه أنه مجرد مادة للسخرية، وأنه المرة الجاية خاصو يعاقب راسه بالانطواء على النفس اللي كتكون كتعاني من حالة انكسار داخلي كيقتل فيها الرغبة في المعرفة والتعلم، وكتربي فيها مشاعر الكره نحو القدوة اللي هما الآباء والمعلمين. العقوبة الجارحة كتربي طفل مطيع ظاهريا، ولكن داخليا كتربي إنسان مكسور كيوجد يرضي الآخرين وكينسى راسو. شنو نديرو بلا ما نعاقبو؟ واش كاين شي بديل فعال فعلا؟ الجواب هو إيه، كاين وفعال بزاف، ولكن خاصو الصبر والوعي والنية، لأننا كنربيو طفل سليم ماشي مطيع فقط. التربية الإيجابية ماشي عكس الانضباط، ولكن هي انضباط في احترام الطفل وتوجيه السلوك ماشي قمع المشاعر. أولا ركن التهدئة بدل كرسي العقاب، اللي غير في النطق كيبان التأثير ديالها على نفسيات الطفل. التهدئة كتجلب الطمأنينة، والعقاب كتعطي إشارة مباشرة للدماغ على وجود الخطر. ما نقولوش سير جلس بوحدك انت معاقب، ولكن نقولو بغيتك تهدن ومن بعد نرجعو نهضرو ونلقاو الحل مع بعضياتنا. ركن التهدئة خاصو يكون مكان مريح فيه وسادات ألوان وكتب تلوين. الهدف ماشي العقوبة ولكن تنظيم المشاعر. ثانيا الحوار بعد السلوك، شنو وقع، شنو حسيتي، شنو نقدروا نديرو المرة الجاية. بهذه الطريقة الطفل كيتعلم ياخد مسؤولية التصرف ديالو، وكيتعلم يعبر على المشاعر الداخلية ماشي يسكت عليها. ثالثا ربط السلوك بالنتائج الواقعية،
ماشي تعاقب الطفل على التصرف، ولكن توريه النتيجة المنطقية والطبيعية ديال التصرف ديالو. مثلا طفل لعب بلعبة ورماها في الأرض وبغى يلعب بلعبة تانية، العقوبة التقليدية ما كتسمعش، انت معاقب، غادي نحيد لك اللعب كاملين. البديل الإيجابي، رميتي اللعبة ديالك اوكي، ولكن قبل ما تجيب لعبة جديدة خاصك تجمع اللعبة اللي لعبتي بها. شنو الفرق؟ العقوبة كتخليه يحس بالذنب والحرمان وكيولي يربط الخطأ بالخوف وفقدان الحب، أما البديل الإيجابي كيعلمو المسؤولية ويخليه يفهم أنا عندي حرية نلعب، ولكن عندي واجب نجمع، السلوك ديالي عنده نتيجة وأنا نقدر نصلحه. رابعا، إشراك الطفل في الحل، كيفاش نقدروا نصلحوا هذا الموقف؟ واش عندك شي اقتراح؟ هذه الطريقة كتخلي الطفل يحس أنه قادر ومساهم، ماشي مجرد متلقي الأوامر والعقوبات. النتائج العكسية ديال هذه البدائل على نفسية الطفل كتكون إيجابية تماما، كتنمي عند الطفل الثقة بالنفس، كتعزز الذكاء العاطفي، كتقوي الربط بين الطفل والمربي، كتحفز الاستقلالية وتحمل المسؤولية، كتحمي الطفل من الإدلال والكبت والخوف. وحسب الدراسة اللي قمت بها منظمة علم النفس الأمريكية سنة 2020 بينات أن الأطفال اللي كتستخدم معهم بدائل إيجابية كيزيد معدل التعاون ديالهم بنسبة 80% مقارنة باللي كيتعرضوا للعقاب. التربية الحقيقية ماشي في الصوت العالي ولا في الإقصاء ولا في التهديد، ولكن في القرب والاحترام والتفاهم. كل طفل كيغلط وكل مربي كيتعلم ويعلم، ولكن اللي كيصنع الفرق هو واش غادي نعاقب ولا نهدب.